نهاركم زين، نهاركم طيب، نهاركم زبدة وحليب. معكم السيدة أم ماجدة صاحبة قناة بوجي دو كونستانتين اللي تتعرف على القناة لأول مرة. نرحبوا بها ونطلبوا منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. كما أنكم تقدروا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام اسمها نفس اسم القناة بوجي دو كونستانتين. اليوم إن شاء الله جبت لكم حاجة توب، تحلية الفايدة تاعها أكثر من البنة تاعها، بريزونطابل، اون بريزونطاسيون اوريجينال. تقدروا تعتمدوها في لي بوفي، لي بروتيجي كيما راكم تشوفوا. حطيتها في هاد لي بوكو. هاد لي بوكو عندهم دو بوزيسيون، قادرين تحطوهم كيما هكذا، كيما قادرين تحطوهم قلبين، تحطوهم محلولين ولا مقفولين. لاموس اللي في قلبهم ما تتحركش، ما تروحش، ما تجيش، كيما راكم تشوفوا. هاد لاموس راهي موس دو كاروت، كريمة الجزر، من أبن لي موس ولا الكريمات. نشوفوا مع بعضنا. اذا شوفوا معايا، هنا عندي نص كيلو تاع السناريه ولا الجزر ولا الزروديه، غسلته مليح، نقيته وقشرته وقطعته دي غونديل. البنات الفكره انه عندي الكميه تاع السناريه تاعي ولا تاع الزروديه نصفها سكر عادي، سكر حبيبات. انا هنا درت نص كيلو تاع السناريه وكيلت 250 غرام تاع السكر العادي. سينو تقدروا تكيلوا بهذا الكاس. هذا الكاس درت منه كاس كامل تاع السكر العادي. نجيو لطريقه التنكيه. شوفوا البنات، هنا حطيت مغرفه كبيره تاع لافاني كيما راكم تشوفوا. هذا السكر كيما راكم تشوفوا فيه. هادو قشور الليمون المجفف. الناس اللي متبعتني في القناه راهي على بالها كيفاه نحضر مسبقا كي يكون هكذا موسم تاع القارص وتاع موسم تاع القارص وتاع التشينا، نستفاد منهم يعني او ماكسيموم بالتجفيف، بالتصبير، بالتعسيل، بكل شيء. هنا راح عندي كميه من البرتقال المجفف تاني، حطيته في دي بوكو كيما هكذا. راح نحط ورقه من القشور البرتقال المعسل. شوفوا هنا او تغير لي اللون تاعها، هذا راهي من العام اللي فات يعني، وسا ديبون كل قشره تاع تشينا كيفاه. نعاودو نوليو، قلنا السناريه نص كيلو تاع السناريه، عليها 250 غرام تاع السكر العادي، عليها رشه مليحه تاع لافاني، عليها قشور البرتقال المجفف وقشور الليمون المجفف. وراح نزيد كذلك كميه مليحه من لابودر تاع البرتقال المجفف. ترجعوا للقناه راح تلقاو هذه التحضيرات كامله المسبقه تاع كي يكون الموسم تاع البرتقال وتاع القارص. قادره نفس التحضيرات تاع البرتقال ديرها للقارص، يعني تجففي القشور تاعو، ترحيهم، تخليهم هكذا كاملين، يعني كيما حبيتي. تجففي فيهم تاني دي غونديل. كان سبق لي كذلك وحطيت الوصفه خدمت فيها البرتقال المجفف والقارص المجفف، دي غونديل حطيتهم في لو فور على 100 دوغري حتى نشف منهم لو ليكيد تاعهم. نستعملهم المشروبات الساخنه دي تي، ونستعملهم كذلك المشروبات المناعه، كما نستعملهم كذلك لتزيين الكيكات. نرجعوا لنقطه واحده اخرى البنات. هنا دوك طريقه التنكيه تاع الجزر تاعي تختلف على نرجعوا للذوق. اول حاجه ترجع لكم لذوقكم. الحاجه الثانيه سا ديبون دوك لا كنتو رايحين ديروا الجزر تاعكم بالكومبوت كيما راح نخدموا انا من تحت، يولي التنكيه سولون الكومبوت اللي رايحين تحطوها سو لا كريم تاعنا تاع لي كاروت. انا راح نستخدم، حنعطيكم شحال من
من وصفه في وصفه واحده، وشحال من فكره في فكره واحده. المهم الفكره الاولى اني راح نعتمد على معجون البرتقال المنزلي اللي عباره عن قطع. سي بوغ سا اعتمدت على التنكيه تاع البرتقال اكثر شيء. ممكن تزيدوا قطرات من ماء الزهر ولا ماء الورد، ثاني هنا ترجع لكم، لكن هنا تبان لي كافي جد كافيه اني حطيت لا فاني لا بودر تاع البرتقال المجفف، وهاد العويدات تاع بلوتو هاد القشور المجففه تاع القارص وتاع الليمون. راح نخلط كل شيء مع بعضه، وراح نغم السناريه تاعي بالماء سخون ونخليها نغطيها ونخليها طيب بتيفو حتى تتعسل لي مع السكر وتاخذ هذه النكهات المختلفه. ممكن تزيدوا حبه تاع الهيل، ممكن تزيدوا نجمه الارض، ممكن تزيدوا القرفه، ترجع ليكم. يعني انا نعطيكم الفكره وانتم تتصرفوا حسب ذوقكم. قلت لكم نغمها بالماء، نحطها طيب ونعاود نولي معاكم. هنا نشوفوا السناريه تاعي بعد ما طابت يعني فريمون ولات زبده. رحيتها بلو بغا ميكسور. دركا البنات جات الخدمه تاع الباتور. الحاجه الاولى اللي راح نزيدها لا كريم تاعي، راح نزيد ولا السناريه تاعي الطيبه راح نزيد مقدار تاع فنجان تاع لا شونتيي. راح نزيد عليه فنجان واحد اخر تاع كريمه الحلويات المحلات، يعني كريم ليكيد سكري، كريم ليكيد سكري عفوا. ومن بعد البنات راح نخير ياغورت اللي يكون يتلائم مع الذوق تاع السناريه تاعي. انا راح نخدم بالتشينا. ماذا بيا تخلطوا ياغورت تاع التشينا. لما لقيتوش قادرين تعوضوه فقط تعوضوه بلو فاني، سينو لامبورط كيل غو اللي يكون متواجد عندكم. البنات راح نعطيكم غومارك. درك كل واحد ولا كونتيتي تاع السناريه اللي خدم بها، يعني كل مقدار تاع لا شونتيي ديروا منه تاع الياغورت وديروا منه تاع لا كريم ليكيد وطلعوا كل شيء على فوا حتى تولي عندكم اون موس دو كاروت. هنا حطيت الياغورت تاعي، حطيت لا كريم شونتيي، جيساي باش ندير لهم خلطه خفيفه. وهنا راح نزيد لا كريم ليكيد كما قلت لكم. ماذا بكم البنات يكون كل شيء بيان، نقدروا نقولوا راح يتغلاص لكم كيما لا كريم ليكيد كيما الياغورت كيما نقولوا الكومبوت تاع السناريه تاعي تاني يكون فريمون برقلي مليح باش نقدر نتعامل معاه وباش تطلع لي لاموس غابيدمون بهذه الطريقه. البنات هنا نعت لكم هذا المعجون تاع التشينا اللي سبق لي وحضرته معاكم. هذا هو اللي راح نرافق به لاموس تاعي تاع السناريه. ممكن ترحيوه كيما ممكن تخليوه قطع، انا جو بريفير تخليوه قطع هكذا خير باش تسبنوه، يعني يجي يعني الملمس مختلف ما بين لاموس وما بين لي مورسو تاع التشينا. كيما تقدروا تعوضوا بالبرتقال المعسل، كذلك توجدوا الوصفه على القناه، تقطعوه دي بتي دي كيما هكذا وتحطوه سواء من تحت في لاكوب ولا من فوق. درك نطلع لاموس تاعي ونعاود نولي معكم. وهنا بعد ما طلعت لا كريم تاعي، شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، الملمس تاعها كيفاش جا، لونها كيفاه تغير ملي كانت فونسي ولا بلي كلير. في المرحله هذه البنات تقدروا تزيدوا شويه تاع زاز دو سيترون، تقدروا تزيدوا شويه تاع لا فاني، كيما قادرين تكتفيوا بالمنكهات اللي حطيناها كامله راهي فريمون سوبرب. نعطيكم طريقتين للتزيين. ممكن قلت لكم تحطوا هذوك لي كوب تاع التشينا تاعنا سواء المعسله سواء لي طايبه كوم كونفيتور، تحطوهم من تحت وتحطوا فوقهم لاموس، سينو تقطعوهم دي بوتي دي وتحطوهم في قلب لاموس ميم. يعني لكم حريه الاختيار، نعطيكم الافكار وانتم ممكن يعني تبرمجوها حسب ذوقكم نتوما الخاص. البنات ممكن تعوضوا ذوق البرتقال ب شوفوا لي فخوي اللي يتماشاو مع السناريه فريمون بزاف سي بيان المندرينا، التشينا، القارص،
يعني لي زاغروم كاملين والاناناس كذلك، لي فروي اكزوتيك. هادو هما الفواكه اللي تقدروا تستعملوهم مع السناريه ويمدوا لكم نتيجه يعني هايله. انا دوك راح نمونطي لا كريم تاعي ونولي معاكم. ونجيو للنتيجة اللي كانت صراحة نتيجة جد مرضية. أنا نحب النهايات سورتو كي تعود نهاية هكذا نتيجتها مرضية. شوفوا البنات، جات لا كريم ولا لا موس تري تري ديليسيوز، حاجة مختلفة، حاجة بنينة، فيها بلوزيور سافور، بلوزيور غو. راح نعطيكم كلكو كونساي ولا اقتراحات دي سوجيسيون اخرين. شوفوا البنات، اللي ما عندهاش لا كريم ليكيد تقدر دير غير لا شونتيي ودير معها الحليب. اللي ما عندهاش لا شونتيي وما عندهاش الحليب قادره تكتفي فقط بالياغورت، ولكن ضاعف الكميه تاع الياغورت. او ليو باغ اكزومبل انا درت ان بو دو ياغورت، ان بو دو كريم ليكيد و ان بو دو شونتيون بودر، ندير 3 بو دو ياغورت، يعني نكتفي فقط بالياغورت. يعني ماهوش عائق انك ما تجربيش الوصفه. قادره بشويه تاع السناريه وشويه تاع الياغورت تخرجي اون تري بون كريم، حاجه جديده، ذوق جديد. قلت لكم سينو قادرين نديروا غير السناريه مع لا كريم ليكيد، كيما قادرين نديروا غير السناريه مع الياغورت، كيما قادرين نديروا غير السناريه مع لا شونتيي. ترجع لكم، يعني انا نعطيكم الوصفه الرئيسيه وانتم تقدروا تغيروها حسب الموجود عندكم في الدار. قادرين تغيروا هذه القطع تاع التشينا بالتشينا مرحيه، كيما قادرين تعوضوها بالمندرينه ولا تعوضوها بالاناناس. ما ننصحش انكم تخلطوا لها المكسرات، خليو هذا الملمس يقعد كيما هكذا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه. سلام.